عندي مشكلة كبيرة أوي مع بعض جماهير الكورة في مصر بالذات، الاستحقاقية في الشتيمة، إن هُم لمّا لعيب مثلًا يقرر إن هو ينتقل أو يروح نادي تاني أو whatsoever يخشوا يشتموه، ده لعيب كذا، 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 أكِن اللعيب ده مِلك للنادي، ما عندوش قرارات شخصية، ما ينفعش ياخد أي قرار شخصي. الفكرة دي الثقافة دي عامةً بتوصل للجماهير، اللعيب ده بتاعنا، اللعيب ده بتاع النادي بتاعنا whoever بقى مين النادي، سواء أحمد عبد القادر، إمام عاشور أو whatsoever. واي خروج عن النص ده بيتحول لخيانه، فالموضوع ده مستفز جدا. يعني في فرق كبير قوي بين ان تنتقد قرار لعيب، او اللعيب ده متسرع او ضيع فرصه، او وانك تشتمه او تهاجمه شخصيا. النقد عامه بشكل عام بيبني حوار، مش لكن الشتيمه بتقفل الباب وبتحول على طول المشجع لطرف عدواني شديد. حاجه كمان، معظم الاعلام والصفحات المأجوره والحاجات دي بتستخدم الشتايم وقله الادب كمحتوى. الشتيمه بتحولها لمحتوى، الغضب بيتحول لترند. فعشان اللي هو مصلحه اقتصاديه بحته او مشاهدات او واتس ايفر، في الاخر مفيش حد يستحق ان هو يتشتم او اي حاجه. اي انسان ليه حريه الاختيار ان هو يروح هنا، يفضل في الاهلي، يروح بيراميدز. زي مثلا احمد عبد القادر، في الاخر هو مش شايف نفسه ان هو مبسوط في الاهلي، او مش هو في الاخر شخص بني ادم، هو بني ادم يا جماعه، دي قرارات شخصيه. فالنقد حاجه جميله وكل حاجه، لكن الشتيمه مجرد ان انت بتفرغ غضبك بس في اي حاجه ليها ملهاش علاقه بحب الفريق اصلا. اللي هو الشتيمه دي يعني اللي هو اكن انت بتقلل من نفسك. يعني اللي بيشتم ده يا جماعه، يعني انا لو جه حد شتمني، طب يا انا مالي؟ انا في الاخر انت شتمتني، فانت قللت من نفسك اولا، وفي نفس الوقت انا يعني ما اتضرتش. ففكره يعني الاستحقاقيه بتاعه الشتيمه بتاعه جمهور الكوره، قطاع كبير يعني من الشعب المصري، جمهور الكوره بالذات يعني، دي يا جماعه ثقافه خاطئه جدا، محتاجين يعني مش نبتدي تتلغي. يعني فكره ان انا اللعيب ده بتاعي، اللعيب ده ملك النادي او واتس ايفر، لازم نلغي الموضوع ده يا جماعه. احمد عبد القادر لعيب في الاهلي، راح قطر، راح العراق، بعدين رجع على بيراميدز، ما براحته، لعيب في الاخر هو قرار شخصي، هو لا ملكك ولا ملك النادي ولا ملك اي حد. ف يعني بالراحه على نفسكم يا جماعه، بالراحه على نفسكم لعيبه الكوره، ويعني نحترم بعض. يعني الاحترام برضو بيبقى مفيد جدا في بعض الاحيان او في كل الاحيان يعني، بس مش بنشوف ده كتير للاسف يعني. شكرا جدا.